السلام عليكم. أهلا بكم في قناتكم قطط برية. هنتكلم النهاردة عن قط الغابة النرويجي، وينتمي إلى سلالة قديمة تطورت بشكل طبيعي دون مساعدة بشرية لمئات السنين في غابات النرويج، وتم اعتباره على أنه القط الوطني للنرويج لفترة زمنية طويلة، ويمتلك شعبية كبيرة بين محبي القطط. ما الذي يميزه؟ يتميز قط الغابة النرويجي بأنه من القطط ذات الأصول القديمة للغابة، والتي يبلغ شهرتها عندما وصلت إلى الولايات المتحدة في عام 1979. ويشتهر هذا القط بأنه فضولي للغاية وحنون، ويعشق اللعب مع الأطفال والعائلات، ويمكنه التوافق أيضا مع الكلاب اللطيفة والقطط في منزل واحد. وربما كان قط الغابة النرويجي موجودا منذ زمن طويل، وتوجد صور وأوصاف مكتوبة للقط تشبهه. هذا القط منذ أوائل القرن السادس عشر، وتلعب السلالة دورا رئيسيا في قصة خيالية نرويجية عن الإله فيرو، حيث تسحب قطان نرويجتان. وبحلول مطلع القرن العشرين فقدت السلالة تقريبا بسبب التهجين العشوائي مع أنواع أخرى من القطط. ويلاحظ بعض ذلك البشر أن هذه السلالة كانت كنزا وطنيا. وفي عام 1938 اعتبروا ملك النرويج الخامس أن قط الغابة النرويجي هو سلالة القطط الوطنية في النرويج. واستغرق الأمر عدة عقود، ولكن مربي الحيوانات في النرويج تمكنوا في النهاية من إنقاذ السلالة وتعزيز أعدادها من خلال برنامج تربية دقيقة. وتم استيراد أول قط غابة نرويجي للولايات المتحدة في عام 1979، ومن ثم تم قبول قط الغابة النرويجي للحصول على مركز البطولة مع رابطة القطط الدولية في عام 1984. وبعد ذلك أصبح من السلالات المشهورة حول العالم. من المؤكد أن قط الغابة النرويجي سيبدأ من خارج كأنه قط بري له أصول تعود إلى الغابة، حيث ستجد أن كبير الغابة وثقيل الوزن وذو العضلات قوية وبنية عظام كبيرة، كما أنه يشتهر بامتلاك صدرا عريضا. وعلى الرغم من كل هذه المواصفات، فعند النظر إلى هذا القط لن تشعر بأنه سمين إطلاقا. ومن أكثر الأشياء التي تميزه المظهر الخارجي لقط الغابة النرويجي هي أن الأرجل الخلفية أطول إلى حد ما من الأرجل الأمامية، لذلك ستجد أن أردافه تكون في الغالب أعلى قليلا من أكتافه. وإذا السلالة تكون متوسطة أو كبيرة الحجم وعريضة عند القاعدة ومدورة عند الأطراف. وتأتي هذه السلالة بمعطف متعدد الألوان بشكل رائع ستخطف الأنظار في وقت قصير من جمال تداخل الألوان مع بعضهم البعض. هذا القط يشتهر بأنه مفعم حيوي ومريح للغاية حتى مرحلة البلوغ، على الرغم من أنه ليس نشطا بشكل مفرط، إلا أنه يقدر الألعاب الممتعة، وعادة ما يكون على استعداد لجلسة اللعب، ولكن بشروط خاصة. ضع في اعتبارك توفيرا أو برج قطة للتسلق والجلوس والخدش، ولا تنسى نقاط المكافآت التي يعشق أخذها بعد إتمام مهمة معينة أمرته به، أو عندما يتصرف بشكل جيد مع من حوله. ستجد أنه يعشق الوقوف بالقرب من نافذة المنزل حتى يتمكن من مشاهدة السناجب والطيور في الخارج، فلا تحرمه من هذه المتعة. فتلاحظ أيضا أن هذا القط لا ينام بشكل مستقل وبمفرده، لذلك ستجده دائما في أحضانك عندما يرغب في النوم. فهذه السلالة تشتهر بتعلقها الشديد بالبشر، وتريد دائما أن تشارك في جميع جوانب الحياة الأسرية من حولها. هذا القط فضولي للغاية، لذلك احرص من الأشياء التي قد يقترب منها في منزلك، ولا يفضل أن تذهب معه إلى الخارج كثيرا. يشتهر بتعامله الجيد مع الأطفال والعائلات، ويمكنه التوافق أيضا مع بعض أنواع الكلاب اللطيفة والحنونة، كما أنه يعيش بسعادة مع القطط الأخرى أيضا في منزل واحد، ولكن يجب أن يكون تقديمهم لبعض بشكل صحيح. قط الغابة النرويجي لديه معطف مزدوج متخصص للحفاظ على دفء القط خلال فصول الشتاء القاسية، ويشكل المعطف الخارجي الطويل والخشن المقاوم للماء رابطا على الصدر وطوقا عن الرقبة، وخصوصا على الأرجل الخلفية وكذلك على الذيل. أما الطبقة التحتية ستجدها قصيرة وكثيفة توفر عزلا دافئا من البرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.